ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد وحلقه جديده معانا ومعاكم على قناتنا على اليوتيوب. يا ريت قبل ما نبدا ننزل نعمل لايك وسبسكرايب في القناه عشان يوصل لنا كل جديد. درس النهارده مهم جدا لناس كتير. درس النهارده بيتكلم عن ان انت مثلا لو الداتا بتاعتك اتمسحت من على الميموري او من على فلاشة او من على الهارد وعايز ترجعها. تمام، ناس كتير بيحصل معاها من المصورين ان هي تخلص الاوردر والميموري يحصل فيه مشكلة او الداتا تتفرمط، فما بيبقوش عارفين عاملين يعملوا ايه بالظبط او يروحوا لمين او يلجأوا لايه بالظبط. تمام، حل النهارده بسيط جدا ومش هتلجأ لحد ولا هتروح لحد. هترجع داتا بنفسك. تمام، كل اللي عليك ان انت هتوصل الميموري بجهاز الكمبيوتر اللي عندك بالشكل ده. عندنا الميموري اهي، وصلناها بالجهاز فاضية مفيهاش اي حاجة. تمام، كل اللي علينا ان احنا هنفتح او هننزل برنامج من على جوجل. اسم البرنامج ديسك دريل. تمام، دلوقتي احنا عندنا اهو على الفيس ايا يكن ده من 2017، بس مش مهم يعني. ناس مش عارفة تعمل ايه، الصورة اتمسحت فجأة من الميموري، محتاج اروح لحد يعمل لي ريكفري ضروري. تمام، ازاي ارجع صورة اتمسحت من على الميموري بتاع الكاميرا؟ تمام، ناس كتير بتشتكي من الموضوع ده وفي ناس كتير ما بتعرفش تعمل ايه. تمام، كل اللي علينا ان احنا هننزل البرنامج ده. تمام، وهنختار من هنا كارت الميموري بتاعنا. تمام، اللي هو اليو اس بي اهو، 32 جيجا. بس البرنامج ده بتاع دوت نسخة مدفوعة، فانت كل اللي عليك ان انت هتحاول تنزله بكراك. تمام، عشان انا نزلته في الاول بعد ما كنت محتاج ان انا ارجع الداتا بتاعتي وعملت ترجيع للداتا، كان لازم ان انا افعله عشان الداتا ترجع، فانا نزلته من اول وجديد بكراك والداتا رجعت والحمد لله. تمام، كل اللي علينا ان احنا هنختاره هنا ال- الحاجة اللي احنا عايزين نرجع عليها الداتا. تمام، جميع طرق الاستيراد، وهندوس هنا البحث عن البيانات المفقودة، وهو هيقعد يحمل معانا، بيرجع صور، بيرجع فيديوهات، بيرجع أغاني، صوت، ملفات، حاجات متأرشفة، يعني كل حاجة انت عايزها. تمام، طبعا هو هياخد وقت معين وهيخلص كده ونرجع لكم نكمل باقي الشرح عشان الفيديو ما يطولش معانا. ورجعنا لكم تاني بعد ما البرنامج خلص، ودي الحاجات اللي البرنامج لقاها. بيحمل اهو لغاية دلوقتي، هو كده خلص ان هو عملية الارجاع، وبيجيب لك فيه كام صورة كانت موجودة على الميموري. هنا كده بيبان كام جيجا اللي موجودين. تمام، اللي هيتم ان هو الاسترجاع بتاعهم 3 جيجا. هيفضل يحمل معاك شوية كده، مش هيغيب، حاجة بسيطة. وبعد كده هيجيب لك ان انت تحب ترجع الحاجات ديت في انهي حتة، يعني تختار ملف ترجعهم فيه بارتيشن عشان تبقى عارف مكانهم وكده. تمام، وبس عشان تبقوا عارفين ان الطريقة سهلة ومش صعبة ومش محتاجة ان انتوا تروحوا لحد او تلفوا كتير او تحتاروا او تزعلوا ان الداتا اتمسحت من على كارت الميموري او من على الفلاشة. الموضوع بسيط جدا، ورب اكون افدتكم. وياريت تعملوا شير كتير للفيديو وتعملوا لايك وسبسكرايب في القناة عشان انزل لكم حاجات اكتر ويوصل لكم كل جديد. عايزين دعم للقناة عشان نبدأ ننزل عليها حاجات تفيدكم ان شاء الله اكتر واكتر. وبس كده، ما نستنى لغاية اما يخلص وهرجع لكم تاني مرة. وكده تقريبا هو قرب يخلص او خلص كده عملية الارجاع. وحابب اقول لكم حاجة قبل ما نقفل الفيديو، ان كارت الميموري بيرجع او البرنامج ده بيرجع اخر عملية حذف فقط. يعني انت دلوقتي صورت سيشن على الكاميرا بتاعتك على كارت الميموري وعملت له فورمات او مسحت صور مثلا وانت بتصور او حاجة بالغلط. تمام،
اخر عملية حذف اتمسحت من على الميموري، مش اخر صورة، اخر عملية حذف. يعني انت لو مسحت سيشن عملت له فورمات بيرجعه لك كامل عادي، مفيش اي مشكلة. بس ما ينفعش ان انت تروح تحط على الميموري حاجات تانية وتعمل عليه كوبي، او تروح تعمل له اكتر من فورمات. الحاجة كده مش هترجع تاني. او ان انت تصور على كارت الميموري، تمام، هتصور عليه عادي مفيش اي مشكلة، بس ما تعملش مسح لأي صورة، تمام، عشان الداتا ما تروحش. هو كده يعتبر خلص معانا البرنامج، وكده رجع لنا الداتا اللي على الميموري 700 صورة. المساحة بتاعتها 6 جيجا ونص، 958 صورة، تمام. هتيجي هنا هتدوس استرجاع الكل، وهتختار ملف شبه كده، تمام، من عندك على الجهاز. هتعمل ميك فولدر وهتدوس عليه وهتدوس اوكي. هيبدأ يرجع لك كل الصور واحدة واحدة، تمام. هنا عندنا كانون، دي صور كانت على كاميرا كانون بتاعتي، وهيرجع لي السيشن كامل من هنا اهو. الحاجات المسترجعة، عدد الصور من هنا من 959 صورة، 50 صورة. ويعني عشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو اكتر من كده، هو كده الطريقة خلصت والموضوع بسيط جدا. وطالما وصلتوا لآخر الفيديو، انتوا ناس انا بحبكم جدا. I love you. بس كده، اشوفكم في فيديو جاي. سلام.